كل اوردر بيوصل فيه حكايه، وفي كل تاخير فيه سبب بس مش دايما بيبان، لان الحقيقه ان الاوردرات في مصر مش خط مستقيم، دي رحله. في اوردر يكون جاهز ومتغلف ومستني الشحن، والشركه تتاخر يوم او ساعات، وده طبيعي جدا. شكل الشحن اتغير وحجمه بقى اكبر، واحنا جزء من المنظومه. وفي اوردر تاني الكتاب بيخلص بسرعه وكمان بيختفي من السوق كله. وفي اوردر اصعب، كل حاجه فيه جاهزه الا كتاب واحد بس. كتاب واحد يعطل اوردر كامل. نلف الفجاله، ندور، نسال، نتابع لحد ما نكمله. والمهم ان الناس تفهم ان التاخير مش دايما غلط حد، احيانا بيكون جزء من الشغل ودورنا نحاول نقلله. وبرغم كده احنا مش بنسيب رساله ولا طالب من غير رد. الواتساب، المكالمات، الرسائل، المتابعه. فريق مكتبه اسلام شغال ليل نهار عشان يطمن ويشرح ويتابع ويحل اي مشكله. الفريق ده هو اللي شايل الحمل يوميا. وبشكر طبعا شركه الشحن بروزون، لانهم مهما كان عليهم ضغط بيحاولوا يوصلوا لكل محافظه وكل باب في اسرع وقت يقدروا عليه، لان هدفنا من الاول واحد: ننفع الطالب ونوفر له كل اللي محتاجه باحسن جوده واقل تكلفه. وده اللي بيخلينا نقول